يأجوج ومأجوج سدا يمنعهم عنهم ويحميهم من شرهم. بناء الردم. حين رأى ذو القرنين منهم ذلك شرع إلى بناء الردم، وكانوا قد أوصوه ببناء سد، ولكن يقال أنه من قوة وشر يأجوج ومأجوج لو كان بني بينهم وبين الناس سد لتسلقوه مهما كان ارتفاعه ومناعته، وخرجوا للأرض يفسدون فيها كيفما شاءوا. لذلك بنى عليهم ذو القرنين ردما يعزلهم عن العالم كله عزلا فلا يهدمونه إلا بأمر الله وإذنه يوم يشاء. فنادى أن آتوني زبر الحديد، فأوتي بقطع الحديد التي بني منها الردم ورصها متجاورة حتى اكتمل البناء، فأشعل فيها النار حتى ذابت وصقلت، ثم جيء بالقطر أي النحاس المذاب فأساله عليه، وبهذا اكتمل الردم. وقيل أنهم كانوا يعيشون في منطقة منخفضة من الأرض بين الجبال، فلما